المثل والحكمة والبصيرة، أيضا تنويعات كثيرة لكي يقنعك وينتهي دوره هنا. النبي لا يدعك بيديه، لا يدع أحدا، لا يلجئ أحدا. النبي لا يسلط السيف يسله على رأسك يقول لك صل وإلا قتلتك كما زعموا أنه قال، حج وإلا ذبحتك. غير صحيح، هذا ديني وهذه هداية لي. وينتهي دور النبي، ومن باب أولى أن ينتهي دور من؟ الذين يرثون النبي، العلماء والدعاء والأئمة. عند الحد الذي انتهى عنده دور النبي. لا يمكن، الدين لا يمكن أن يكون بالإكراه والإلجاء، الدين هداية. هنا ينتهي دور النبي، بعد ذلك الباقي عليك أنت، إما سلكت هنا وإما أخذت هناك، ولا صحيح؟ والنتيجة معصوبة بجبينك، أنت تتحملها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي الهداية. ما وراء هذا هو قصر وإلجاء وإكراه واضطرار. الدين منه براء، الدين منه براء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر اذبحوه اقتلوه فإن الله غني عن العالمين. القرآن طافح بالآيات التي تقول مش من لم يصلي ولم يصوم ولا كذا، من كفر بالدين كله. الله يقول الله غني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. ده ما فيه، لأنه هذا الدين كما قلنا يقوم على الهداية، والهداية مسألة تتعلق بإرادة الإنسان، باختياره، بقناعته. واضح يا إخواني؟ هذا هو. لكن انتبهوا، الدين الذي يريد أن يلجئ الناس وأن يقصر الناس على أشياء وبالقوة، أنا أقول لكم هذا دين السلطة، ويتوسع السلطة ويريد سلطة. وطبعا ما شاء الله الآن نرى دينا في بلاد العرب، دينا تقريبا في بعض المواطن يريدون أن يلتحي الناس على الرغم منهم بالقوة. طب إذا ما التحيتش مش تقتل، لكن في جلد، قال تجلد. شو الكلام الفارغ هذا؟ إيش هذا يا أخي؟ بدك تصلي وفي الجماعة وتغلق المحل وتذهب، يا أخي ما بدي أصلي في جماعة. افرض ما بصليش الإنسان، إيش تعمل فيه؟ لا، يقتل، كافر. شيء غريب يا أخي، أي دين هذا؟ وطبعا سوف ترون ببساطة أن هذا الدين يفرخ المنافقين. أنا أقول لكم، أنا فكرت طويل وهذا الموضوع أرهقني وأتعب.